انت عارف الدوري ده عظيم ليه؟ الدوري ده عظيم عشان المنافس بتاعك لحد دلوقتي قاعد بيرفص. المنافس بتاعك لحد دلوقتي قاعد عمال يضرب في اخبار ويضرب في اشاعات ويضرب في حاجات ان هو هيتجنن ويلعب افريقيا. المنافس بتاعك مسخر اعلام والسوشيال ميديا واللجان عشان تقول ان الزمالك هيلعب كونفدراليه وهو هيلعب مكاننا افريقيا. انا مبسوط جدا بالترفيس اللي جمهور الاهلي عايش فيه، وبالترفيس اللي اداره الاهلي عايشه فيه، وبالترفيس اللي اعلام الاهلي عايش فيه. انا لو فرحان بالدوري ايراد، فبالترفيس بتاعهم انا فرحان 24 ايراد. الناس دي هيتخلع لها عين وانت ما تفرحش، الناس دي هيتخلع لها عين وتحاول تلعب افريقيا باي شكل، بطريقه بقى مشروعه غير مشروعه، باي حاجه. هم هيتجننوا حرفيا على اللي هم فيه. خد بالك، عارف لو هو هيتجنن عادي ان هو كان نفسه يبقى منافس عادي، لكن ان هو يرفص دي حاجة تانية خالص، دي حاجة ممتعة جدا. بقول لك ايه، خلاص اقتنع وصدق ان الدوري خلص، اقتنع وصدق ان انت في الكونفدرالية. خلاص الموضوع انتهى، كفاياك ترفيس. انت بقيت تصعب عليا، انا ما بقيتش قادر استحمل منظرك. احنا خلاص وصلنا خط النهاية. انت بقى لو في مخك حاجة تانية ونفسك في حاجة تانية، روح مكتب الشكاوى اشتكي هناك. والله على قد ما ترفيسهم ممتع، على قد ما هم بقوا صعبانين عليا. ضرب بيانات وضرب اشاعات وضرب اخبار غريبه، واعلام يطلع ينقل اخبار اغرب، وناس تقول لك اصل الزمالك خلاص ما دفعش المديونيه، مش هيطلع له الرخصه، مش هيلعب. مبروك يا اهلي، مبروك يا اهلي، هتلعب انت افريقيا واحنا هنلعب كونفدراليه. مبروك يا جماعه. خلاص كفايه جنان. خلاص انا عارف ان العباسيه اتعبت، لكن كفايه كفايه خلاص. ايه ده قلمك؟ وعايز تقول لي ما احتفلش بالدوري، وان الدوري ده مش اسطوري، وان الدوري ده مش اغلى دوري في تاريخ مصر؟ يا راجل اتفرج على ترفيس زمايلك، واتفرج على ترفيس الاعلام، واتفرج على ترفيس محمود الخطيب وشلته. حاجه يعني ممتعه للقلب، حاجه تغسل قلبك يعني. بس احنا لو هنتكلم بجد بقى، وهنتكلم مع اخواتنا الاهلاويه ونقول لهم الدوري في 100 عقبه. انا ايهاب السني، لايك وفولو، سلام.